المشهد بيبدأ في شوارع نيو جيرسي. الجو هادي وكل حاجة ماشية بنظامها، بس في وسط الزحمة والهدوء ده بنشوف شاب واقف على الرصيف. عيونه مش ثابتة، بتتحرك بسرعة بين كل تفصيلة حواليه. ده ميليو ستانفيلد، شاب شكله طبيعي جدا، لكن اللي جواه حاجة تانية خالص. ميليو مصاب بالتوحد، لكن ده ما خلهوش محدود، بالعكس. دماغه عبقرية خارقة، بيشوف العالم بطريقة غير اللي كل الناس شايفاها. بيحسب احتمالات، توقيتات، وانتايج بدقة مميتة. عين ميليو كانت مركزة على ست واقفة جوه محل ورد، بتبص على بوكيه، والشارع حواليه مليان حركات. أتوبيس جاي، حفرة مية في الأرض، رسام شارع قاعد بيرسم على الأرض، راجل راكب عجلة معدي بسرعة. ميليو بيشوف كل ده ويبدأ يحسب، زي آلة رياضية شغالة في دماغه. وفي وسط ده كله بيعدي الشارع بهدوء ويحط قلم جاف فوق صندوق البريد اللي جنب الحفرة. ثواني وبدأت دومينو الأحداث. تاكسي عدى فوق الحفرة، المية طرطشت على القلم، خلى القلم يقع. الرسام لاحظ القلم، قام يتحرك ناحيته علشان يجيبه. في نفس اللحظة راكب العجلة خبط الرسام، خلى الرسام يتطير ويخبط في صندوق البريد، والاتنين وقعوا على فرشة فاكهة قريبة. الدنيا اتقلبت، الناس كلها اتشتت. السواق بتاع الأتوبيس اتلخبط، فاتت عليه الإشارة ومشي. خبط الست اللي كانت بتعدي وماتت في ساعتها. ميليو وقتها قال لنفسه: الرياضيات مش خطر، الناس هم الخطر. ماشي من المكان بهدوء ووشه هادي، كأن كل ده كان مشهد متكرر في دماغه قبل ما يحصل. نروح لأوليفيا دونهام، عميلة في الاف بي اي، وبتشتغل في واحدة خاصة بتحقق في الظواهر الغريبة والخارقة. لسه راجعة شغلها بعد غياب طويل بسبب إصابة دماغية خطيرة. دخلت المقر واستقبلها زميلها تشارلي، المسؤول عن الفريق مؤقتا. وفي نفس الوقت المدير العام والترنت بيشوب كان واقف مع مساعده فيليب بروز، بيتكلموا عن رجوع أوليفيا. بس فيليب قال كلام صادم. قال: دي مش أوليفيا اللي احنا نعرفها، دي نسخة منها، اسمها فوليفيا. كانوا زرعوا في دماغها ذكريات أوليفيا الحقيقية علشان تفتكر إنها فعلا من العالم ده. والترنيت كان بيحاول يعرف إزاي أوليفيا الحقيقية كانت قادرة تتنقل بين العوالم من غير ما تتأذى، والنسخة دي كانت المفتاح لتجربته. فيليب سأل: ولو ما اقتنعتش؟ قال الترنيت: ساعتها مش هتكون ليها لازمة. تشارلي جمع الفريق وشرح تفاصيل حادثة الأتوبيس اللي حصلت. نفس السيناريو، واحدة اتخبطت واتقتلت، والناس اتشتتت قبلها بلحظات. في فرق واحد: حصلت حادثة شبيهة قبل كده بيومين. الفريق راح لمكان الحادث، بدأوا يفحصوا ويجمعوا معلومات. التحقيق كان بقيادة عميل اسمه لينكولين، ووشه فيه حروق باينة جدا. بدأ يفحص الجثة وياخد بصمات، ولقينا إن الست اللي ماتت اسمها جوليان فوستر. أوليفيا كانت بتحقق مع سواق الأتوبيس اللي كان مرعوب، وقال إن دي أول مرة في حياته يخبط حد. في نفس الوقت لقوا نفس القلم الجاف اللي كان موجود في الحادثة الأولى. سألوا شهود العيان، واحدة قالت إن الرسام كان بيحاول يجيب القلم، وفي اللحظة دي راكب العجلة خبطه. لينكولن قال: القلم ده هو اللي بدأ كل حاجة، زي حجر واقع في المية وعامل موجات. اليوم اللي بعده لينكولن وتشارلي بيراجعوا الصور، وبيكتشفوا إن نفس نوع القلم ظهر في الحادثتين. اتأكدوا إن في حد بيرتب كل ده، مش مجرد صدفة. راحوا عند استراد، العالمة الرياضية بتاعت الفريق. لما سمعت اللي حصل قالت: ده مش منطق، مستحيل بني آدم يرتب كل ده بدقة مرتين. وفجأة تليفون بيرن: في حادثة تالتة بتحصل دلوقتي. الفريق جاري على مكان الحادث، بس المرة دي الضحايا لسه عايشين. الناس قالوا إن كلب فجأة دخل الشارع، خلى السواق يفقد السيطرة. أوليفيا شافت قلم جاف بيتدحرج على الأرض، وافتكرت كل حاجة. بصت حواليها وشافت ميليو واقف فوق كوبري بيراقب كل حاجة. بعدها بثواني راجل لابس سماعات خبطته عربية إسعاف كانت ماشية بسرعة. أوليفيا نادت على الفريق وبدأت تجري ورا ميليو. ميليو شافها ورمى عجلة من فوق الكوبري. العجلة وقعت قدام الأتوبيس، خلاه يغير طريقه وعدى من تحت الكوبري. أوليفيا طلعت السلاح وصرخت فيه إنه يسلم نفسه، بس ميليو كان مجهز كل حاجة. نط من فوق الكوبري على سقف الأتوبيس وهرب. نرجع لميليو في بيته. دخل بيته، لقى أخته مادلين مستنياه ووشها كله قلق. قالت له: المستشفى بيتصلوا بيا كل شوية وانت مش بترد، لازم تسلم نفسك. بس ميليو كان بيكمل جملتها قبل ما تقولها، وكان سبقها بخطوة. حاولت تفكره بمامتهم
وورّت له حصان بلاستيك صغير. أول ما شافه اتوتر وقال لها مالوش لازمة دلوقتي ومشي. لينكولين راح المستشفى وقابل أوليفيا وقال لها تركز على أي حاجة مشتركة بين التلات ضحايا. رجعت للمقر، بدأت تراجع مع الشهود، ولاحظت حاجة غريبة. التلاتة ليهم علاقة بمركز طبي معين. راحت مع تشارلي على هناك. المكان اسمه مركز دكتور ليفين. وطلع الدكتور يعرف التلاتة ضحايا، وقال إنهم كلهم شاركوا في برنامج تجريبي لرفع الذكاء العقلي لمرضى معينين، ووريهم تسجيلات. أوليفيا شافت ميليو في فيديو. الدكتور قال ميليو كان مريض عندنا، وفعلا زادت نسبة ذكائه بشكل غير طبيعي بسبب دواء معين. بس لما خرج اختفى وما بقاش بيرد علينا. قالوا له ليه خرج؟ قال أخته مادلين استلمته، بس واضح إنه بدأ يخرج عن السيطرة. أوليفيا وتشارلي راحوا بيت مادلين، سألوها عن ميليو. أنكرت في الأول وقالت إنها متعرفش عنه حاجة، لكن لما حكولها اللي حصل بدأت تتكلم. قالت إن ميليو بيحسب كل حاجة حواليه بدقة خارقة، وإن الطريقة الوحيدة اللي بتلخبطه هي لما يشوف حصان لعبته القديم. أوليفيا حاولت تكسب ثقتها وقالت لها إحنا مش بس بنحمي الناس، إحنا كمان بنحاول نحميه. فمادلين ادتهم عنوان الفندق اللي مستخبي فيه. جلسوا مع استراد وحاولوا يخططوا، بس مفيش خطة هتنفع لأنه بيحسب كل حاجة قبل ما تحصل. فقرروا يروحوا الفندق فجأة من غير أي دعم إضافي. ميليو كان في أوضته واقف قدام الشباك بيتخيل كل سيناريو وبيحسب بالثواني. فجأة شافهم ونفذ خطته. نزل ميليو للشارع وجرى نحو موقع بناء. أوليفيا جريت وراه من غير ما تلاحظ اللافتات اللي بتحذر من نقص الأكسجين. دخلت المنطقة وهي مش لابسة جهاز التنفس. ميليو كان ناوي يوقع عليها طوب، لكن لما شافها بتتفادى الطوب بسهولة اتصدم. ما كنش متوقع إنها تكون بالتهور ده. في الآخر أوليفيا قبضت عليه، لكنها بدأت تفقد وعيها. تشارلي وصل في آخر لحظة وإداها جهاز التنفس وأنقذها. رجعوا ميليو للمستشفى. الدكتور قال إن تأثير الدواء خلاه يتخطى قدرة أي بني آدم على الاستيعاب، وما بقاش فيه غير الكمبيوترات اللي تفهمه. مادلين دخلت عليه وسابت له حصان اللعبه. ميليو شافه وعينه دمعت. وفي آخر مشهد أوليفيا في بيتها شافت رؤية لبيتر، حبيبها من العالم التاني. قال لها أنت مش من هنا، افتكري مين أنت. وكانت اللحظة دي هي بداية رجوع ذكرياتها الحقيقية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة المجنونة دي. دماغ عبقرية زي ميليو بتخليك تفكر، هو العبقرية نعمة ولا نقمة؟ اللي حصل النهاردة كان مجرد بداية، لأن اللي جاي هيكون أخطر وأعمق وأغرب بكتير. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب لنا تعليق تقول فيه رأيك وإيه أكتر لحظة شدتك. وافتكر دايما كل تفصيلة وراها سر، وكل حركة محسوبة في عالم اشترك في قناتنا ريكاب تريكس علشان يوصلك كل جديد من ملخصات مشوقة، قصص نفسية وغموض ملوش آخر. استنونا في الحلقة الجاية، ولحد وقتها خليك دايما مركز، لأن اللي بيحصل حوالينا مش دايما صدفة. سلام.